السلام عليكم. إذا كنت من محبي المنتخب الجزائري لايك للفيديو واشترك في القناة ليصلك كل جديد. بعد الانتقادات الكثيرة التي لاحقت المدرب الجزائري جمال بلماضي خاصة من طرف أشباه الصحفيين والإعلاميين، خرج اليوم الاتحاد الجزائري لكرة القدم بقرار تمديد عقد الناخب الوطني جمال بلماضي حتى عام 2026 براتب شهري يبلغ 4.3 مليار سنتيم شهريا. ومباشرة بعد نزول القرار بدأ بعض الصحفيين والحاقدين على الناخب الوطني والمنتخب الوطني في إطلاق حملة ضد جمال بلماضي، وأغلبهم يقولون أنه لا يستحق هذا الراتب ويجب أن يطرد من الطاقم الفني للمنتخب الجزائري، خاصة بعد الإخفاق في التأهل إلى مونديال قطر 2022. لكن جمال لم يرد عليهم إلى غاية الساعة، وحتى الشعب الجزائري انقسم إلى نصفين، نصف مساند لجمال بلماضي ونصف ضده، خاصة أنهم لم يصبحوا يدعموه مثل قبل. ما رأيكم؟ شاركونا بآرائكم في التعليقات.